ازيكم عاملين ايه؟ وحلقة جديدة من وماذا بعد؟ وماذا بعد. النهاردة حلقتنا عن موضوع شيق على فكرة، تربية. وبقى مهم جدا في الأيام دي. عارف ليه؟ لأنها بقت منعدمة. والله. النهاردة هنتكلم عن الأخلاق والتربية. والتربية. ومن أشهر الحاجات اللي تعلمناها يا عبد الله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم الذهب ذهبوا. ضعنا. ويمكن ده اللي احنا فعلا بنشوفه وبنواجهه الأيام دي في حياتنا. التربية والأخلاق هي البداية، هي الأساس اللي بيطلع أول حاجة من البيت. أكيد. زي الزرع بالظبط، وصدقني ده مش كلام إنشا، فعلا هو زي الزرع. لو زرعت حب وحنان وثقة بالنفس هتجني ده، لو زرعت دين هتجني ده، والعكس صحيح. زرعت حقد غل هتجني ده، زرعت نقص هتجني ده. ويمكن الأيام دي في حياتنا بنقابل ناس كتير عندهم يعني أو بيفتقدوا لبعض المبادئ الأساسية في الأخلاق والتربية. كمان يعني كده حتة الزرع، إن أهم حاجة الواحد يزرعها في عياله هي الدين. صحيح. دي أكتر حاجة وأحلى حاجة الواحد يمكن هيبنيها. لأن المبادئ هي اللي بتؤدي لكل ما سبق، زي ما بيقولوا: الحب، الحنان، الاحترام، الصدق، التعفف، ناخد بالنا من كلامنا، جبر الخواطر. كله على فكرة بيتلخص في الدين ومبادئه، ودي حقيقة. بالظبط. يمكن دلوقتي الانحدار اللي احنا شايفينه من الأخلاق وعدم التربية، إن احنا بنشوف ناس كتير في الشارع، إذا كانت شتيمة، إذا كانت قلة أدب بتطلع من الناس. والمشكلة كانت زمان بتقتصر مثلا على الرجالة، دلوقتي الموضوع قاعد يتطور 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 لغايه ما بقينا نشوف كله بقى بقى بقيتش بيشمل فارقه بقى الشباب بشكل عام بالظبط يعني. والاطفال. والله فعلا مؤخرا بقى كده. يعني اظن ان احنا ما فيش حد بيعدي من جنبنا دلوقتي جروب شباب او كده الا لما لازم نسمع شتيمه خارجه او جمله او كلام او ايحاءات، وده شيء مؤسف جدا. ويمكن اللي هيلخص ده زي ما بقول لك احمد حلمي في وقفه ناصية زمان، اغنيه وقفه ناصية زمان، بتتكلم عن الموضوع ده جدا 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 جدا. في حته ايه اللي هو احمد مكي ولا احمد مكي مش حلمي؟ لا احمد مكي. في وقفه ناصية زمان لما كان بيقول كان اغنيته بيتكلم فيها عن التربيه، وبيقول لك ان الشباب زمان كانوا هم حمايه الحاره او المنطقه او المكان ده. دلوقتي بقى سبب الكوارث في الاماكن دي هم الشباب بتوعها. فهو فعلا الاغنيه دي بتلخص حاجات كتير ومبادئ كتير على فكره، لان الشباب قوه مجتمع. انت ممكن بقى توجهها زي ما انت عايز، اما ان هم يكونوا سند وظهر وامان، او العكس تماما. بالظبط. كان هو في الاخر الاغنيه على فكره بيقول الدار امان. دي حاجه مهمه جدا والله. فالاغنيه بالنسبه لي هي لخصت اللي احنا هنتكلم فيه كله يعتبر. اللي هو مثلا كان بيتكلم ان حته ايه، كان زمان وقفه الشباب الناس بتحبها. ان الشباب اللي مثلا المنطقه او المكان واقفين مع بعض بيبقى شيء مفرح على فكره. دلوقتي بقت الناس تكرهها بسبب ان هي مثلا فيها مخدرات وشتيمه وقله ادب ومعاكسه وحاجات كتيره جدا، فبقت الناس كارهه الموضوع ده. صح. ويمكن على فكرة التربية والأخلاق يا عبد الله مش بس بتقتصر على الكلام والألفاظ، بل بالعكس ده على شخصية بتتبني. ويمكن احنا مؤخرا يعني شفنا حوار، والحوار ده اتشهر جدا بين 2 متجوزين ومعروفين على السوشيال ميديا. كان حوار بودكاست برضو كده. يعني شفنا فيه أو ظهر فيه النقص اللي عند الاتنين. وعلى فكرة أساسه البيت والتربية أكيد. سواء عندها إن هي كانت مفتقدة للحب والحنان والدفء في بيتها، ما شبعتش منه وما خلتوش من البيت، فطلعت تدور عليه بره يعني بانطلاق شديد. اوكي، فاهم قصدك. وهو نفس الكلام، هو عنده مشاكل برضو مخلياه ما أحسنش التصرف يمكن في بعض المواقف السابقة في حياته، فأدت بيه إنه وصل لنقطة إن هو بقى إيه، يعني ممكن يقلل من اللي قدامه أو مش واثق فيه حتى لو كان الحد ده مراته. اوكي، فاهم. وأنا شايفة إن القاعدة بيتلخص في إن المشكلة في التربية في البيت. ما لقوش الدفء، ما لقوش الحب، ما لقوش الاحتواء في البيت، فطلعوا يدوروا عليه بره. ويمكن دي أزمة على فكرة بنواجهها بقى بشكل عام دلوقتي. يعني كفوا ولادكم من الحب والاهتمام والاحتواء والتربية والأمان
هيختاروا صح، مش هيطلعوا يدوروا عليه بره في اي شخصيه بقى، ان كانت الشخصيه دي مش كامله، او شخصيه مش كويسه، او شخصيه استغلاليه فتستغل يعني نقطة ممكن نقول ضعف. السذاجه اللي عندهم او نقطه الضعف دي. بالظبط. بيضغطوا على نقطة ضعف معينة عند الواحد، فدايما يعني اللي هو عايزكوا ادوهم الجرعة من الطيبة والحنان والاهتمام اللي هم محتاجينها عشان ما يطلعش يدور بره، لأن طبيعته هو هيطلع يدور بره طالما هو مش لاقي مش الحاجة دي. لاقي. واسمعوهم، يعني اسمعوهم وما تخضهمش وما تخوفهمش. كل ده هيبني شخصية سوية عقل. واثقة في نفسها يعني. وبرضو على فكرة التربية بتنعكس على رؤية الإنسان للحاجة اللي قدامه، يعني بيشوفها باللي جواه، واللي جواه بدايته وأساسه هو التربية. يعني مش كل اللي بنشوفه بيطلع حقيقي، ومش كل اللي بنشوفه بنصدقه، بس للأسف في ناس كتير الأيام دي بتمشي ورا اللي بتشوفه. ودي نقطة مهمة جدا 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 جدا، لأن فعلا أنت ممكن تشوف حاجة، يعني للأسف الناس بقت تعرف تداري يعني بطريقة غريبة. الموضوع بقى يعني حتى ما بقاش يتكشف. يعني مؤخرا ظهرت عندنا حادثة اللي هي سفاح التجمع. ده واحد كان ظاهر على السوشيال ميديا بحاجة وشكل وطريقة وهيئة للراجل ده، فاهم؟ البني آدم ده عبقري فيري اتراكتيف جدا يعني، جدا جدا وانجلش بقى وامريكان ومش عارف ايه، من اللي قلبك كل اللي قلبك يحبه يعني. بالظبط. فاللي هو فهو ظاهر ان هو شخصيه بيعلم الناس انجلش ومش عارف ايه، وانستراكتور وبيشتغل في كذا وبيعمل كذا وبينصح الناس. جه في الاخر هو سفاح بيقتل بني ادمين. يعني وراه مش كوارث، وراه يعني لو في كلمه اكتر من كلمه كارثه ممكن نقولها. بشاعه. هو وراه بشاعه حرفيا، بشع 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 بشع. فمش كل اللي بنشوفه نصدقه. بالظبط. وفي اكزامبلز طبعا غير كده كتير، كتيره جدا جدا بس هو ده كان يعني سفاح نموذج الجيزه، ما هو نفس الكلام. يعني كان صاحب صاحبه وبتاع وسند ومش عارف مين، في الاخر قتل ده وردة كله. التليفون. فالموضوع لا، الموضوع خزعبلي اللي هو فعلا الناس بقت تعرف تداري. ففعلا الاخلاق ما بقتش تبان على الناس. لازم تتعامل مع الشخص ده وتعرفه كويس جدا 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 عشان تعرف هو الشخص ده تمام ولا لا. مع ان الشخص ده كان متجوز وبتاع ومراته كانت عارفه اتطلقت منه، وبعد كده الناس تتعامل معاه، كان في ناس تقول لك ده مريب وفي ناس تقول لك ده تمام. وده بينطبق على الاثنين على فكره، سفاح الجيزه وسفاح التجمع. صحيح نفس الحاجة. صحيح. بس وعندنا طبعا اخلاق، فعندنا حاجه تانية حصلت. الصفعه. ف برضو دي نقطة مهمة قوي بتاعت الصفحة دي. برضو لازم نراعي مشاعر بعض و... ونكبر بخاطر بعض زي ما بيقولوا. كل الحاجات دي بجد قد تبدو تافهة، ممكن ناس بتستهتر وبتضحك عليها، بس هي مهمة جدا جدا. يعني نكبر بخاطر بعض، نراعي بعض ونحترم بعض، لأن في الآخر فعلا كلنا يعني كلنا اخرنا مكان واحد. من الاخر أو بمعنى صح كلنا فعلا يعني كلنا واحد في الآخر، ما فيش حد سواسية. لا يفضل بعضا عن بعض الا بالايمان. صحيح. بس كل واحد ده اللي بيفرق عند ربنا في الاخر. وعلى فكرة برضو في نقطة تانية عايزة أقولها، برضو لازم نحترم خصوصية الآخرين، دي برضو نقطة مهمة يعني. كده وبرضو لازم ما نتأثرش قوي بالشخصيات العامة اللي حوالينا. أظن في كذا موقف على فكرة ظهر يدل على إن محدش يعني يمشي ورا اللي احنا شايفينه في السوشيال ميديا. برضو مؤخرا لو أخدت بالك الموضوع بتاع شيرين رجع يقوم تاني، وخناقات وخلافات، مع ان احنا بنشوف انه وهو فنانين وعايزين نبقى زيهم والكلام ده كله. ما الفكره ان الناس بتنساق ورا السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا كارثه يعني. الشكل يعني مش كل حاجه. ما نقعدش بقى فعلا لما نشوفهم احنا نديهم قيمه، احنا جمهورهم فعلا نديهم قيمه واحنا اللي بنعلي منهم. بالظبط. فان احنا اول ما نشوفهم نجري وراهم وعايزين نتصور ونعمل، هو طبيعي الانسان اللي قدامك هيحس بنفسه بالزبط. بس باخلاقه وتربيته هيتعامل. هي الفكره بقى، ما هي هو بقى على حسب بقى تربيته هو هيتعامل ازاي. أيوه. احنا بقى نشوف بقى كل واحد بنحكم على حسب التربيه والنشأة اللي هو نشأ فيها. صحيح. فاذا كانت نشأة سويه وسليمه فهنلاقيه ان هو بيتعامل مع الناس كويس جدا. لو كان نشأة سيئه هتكون النتيجه زي ما احنا بنشوف. وفي بقى يعني اخر حاجه في موضوع التربيه جدا، ودي اخر حاجه ظهرت مؤخرا، كان فيلم بيتكلم عن البلطجه وقله الادب. فهم حرفيا يعني هم في الفيلم الناس دي ما تربوش، فطالعين بلطجيه، فطالعين احنا بنشوف مناظر لسه كان في العيد، يعني حاجه جديده خالص جدا جدا، حاجه جديده لنك. ماشي. فاللي هو ايه،
بنشوف ايحاءات، بنشوف يعني ما في عدم تربيه. والكارثه ان الفيلم من الضحك يعني كنت بدخله في سينما من السينمات الفيلم بلس 16. تمام. انا قلت ادخل اتفرج على الفيلم ده اشوف بقى الصرف اللي هو معمول عليه وبتاع واتصرف عليه مش عارف لانه انتاج كذا. ضخم، خلينا متفقين على منتج كده. ضخم جدا. ماشي. فجيت ببص على السينما لقيت كاتب لك كيدز. كيدز ايه؟ الفيلم بلس 16. الفيلم بلس 16 يا جماعه، ازاي كيدز؟ وللاسف انه ده بينعكس على الشباب الفتره دي والمراهقين. ما هو ده نوع من انواع لما ده التربيه. بيتحط بقى في السينما ويتشكل وانتاج ضخم والكلام ده، فيبان حاجه واو، بينعكس عليهم ان هم بيتصرفوا بالطريقه دي. زي ده اللي احنا شايفينه مؤخرا على فكره. البدايه ما كانتش الفيلم ده، البدايه من زمان، وهي من الدراما ومن السينما الاثنين. فضلوا كتير ورا بعض ورا بعض لحد ما يعني السينما سلاح قوي جدا زي التربيه على فكره، او الفن سلاح قوي جدا زي التربيه، يا يهدم يا يبني. فهم برضو كان ليهم دور من الاول، انه في اسفاف هو كتير. دور من الاهل، ما الاهل هي اللي بتدخل الاهل السينما. لا وكمان ما هو منتشره يا عبد الله حوالينا، انا عارف. وفي التلفزيون كمان مش بس السينما. ما ففي جرعه اسفاف موجهه بشكل كبير قوي للشباب الفتره دي، وده سلاح مدمر يعني لازم ناخد بالنا منه. زيه زي التربيه اللي بيتعرضوا له، جزء اساسا من تربيتهم وتكوين شخصيتهم. بالظبط. ويمكن ده نتيجه برضو اللي بنشوفوه دلوقتي، هو اسبابه كتير، احنا بنطرح بس مجرد كم سبب موجودين قدامنا، منهم التربيه، منهم الدراما والسينما والفن والى اخره. اكيد. بس النهايه اللي احنا عايزين نقولها ان احنا عايزين نرجع تاني، نرتقي تاني باخلاقنا وبالفاظنا وباحترامنا وبحيائنا ونربي. يعني بجد نبذل مجهود في التربيه بقى، مش نكبر دماغنا ولا، ونربي التربيه الايجابيه الصحيحه يعني. والله من يوم ما طلعت الكونسبتس الغريبه بتاعت التربيه دي، التربيه باظت. نربي تربيه سويه بالظبط. ونبني اخلاق، نبني انسان محترم. ولما نلاقي حد محترم نعلي منه ونكبر منه، ما نقللش عشان نبقى زي الموجه اللي شغاله دلوقتي. بس كده يا جماعه. خلاص. انما الامم والاخلاق ما بقى بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. يلا الحمد لله. دي الخلاصه. والله يعني خليكم بس يشوفوا محور التربيه ده لانه مهم جدا. اهتموا بعيالكم واديهم اللي هم محتاجينه من ناحيه حنان، من ناحيه اهتمام. شوفوا هم محتاجين ايه، اسمعوهم، اتكلموا معاهم عشان تعرفوا مشاكلهم ايه. والشباب يرجع تاني هو الامان، وجودهم في الشارع يكون حاجه تفرح مش حاجه مؤسفه اللي احنا نسمعه منهم او كده. هنعلى ساعتها، هنعلى. بالظبط، هنعلى فعلا. يلا بس وهي دي حلقه النهارده. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس كتير. بس بس كده. باي باي.